النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فضل الصلاة على النبي. فضل الصلاة على النبي سبب لكفاية الهم ومغفرة الذنب، كما جاء في حديث مين؟ حديث أبي بن كعب. قال إيه أبي بن كعب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت في الثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. رواه الترمذي وصححه الألباني، ورواه الإمام أحمد والحاكم. ده يا جماعة دليل على ان الانسان لازم يصلي على النبي. كمان ان احنا كل ما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا بيرفعنا 10 درجات ويمحى عننا 10 خطيئات ويكتب لنا 10 حسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال ان اكثر الناس قرابة للنبي ان هم صحابة النبي ومع النبي يوم القيامة اكثرهم عليه صلاة. اللي عايز يبقى رفيق النبي يبقى معاه يكثر من الصلاة على النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. صلوا وسلموا عليه وعلموا عيالكم ان هم يسلموا على النبي. تمام. احنا كمان عايزين، احنا داخلين دلوقتي، ربنا يا رب يكتبها لنا على ايام ذي الحجة، فاحنا عايزين نغتنم الفرصة ونقول لكم كمان على فضل العشر الاوائل من ذي الحجة. كما جاء فضل صيامها ما رواه كما جاء فضل قيامها ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه بقى؟ ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر، وعن يوم عرفة يغفر ذنب سنتين، سنة فاتت وسنة هنعملها. طبعا مفيش احسن من كده ثواب ان احنا نعمل ايه؟ نغتنم الفرصة للصيام ولقراءة القرآن وللدعاء يغفر لنا ذنب سنة. ربنا يغفر لنا ويرحمنا من عنده. طبعا الايام دي ايام مباركة، وهي وايام شهر رمضان. يا عالم هنعيش تاني ونقدر نصوم ونأدي الفريضة اللي علينا ولا لأ؟ وكمان اكثروا فيها من قراءة القرآن. القرآن بيأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ربنا يجعلنا من أهل